القيمة الفنية. بصراحة لا أشعر بأي أسف لعدم تعليقي على مباراة المغرب وزامبيا. هي مباراة عادية جدا لا تحمل تلك القيمة الفنية أو التاريخية التي تستحق كل هذا التهويل. بصراحة ما شاهدناه اليوم في مباراة المغرب وزامبيا يتجاوز حدود الفوز العادي. منتخب مغربي واثق منظم يلعب بهدوء الكبار ويفرض شخصيته دون ضجيج، لكن المشهد لم يكن داخل الملعب فقط بل خارجه أيضا. ملاعب عالمية، أرضيات مثالية، تنظيم محكم، وجماهير صنعت لوحة تليق بكأس إفريقيا. المغرب لا يربح المباريات فقط بل يقدم صورة دولة تعرف كيف تنظم وكيف تستقبل وكيف تفرض الاحترام. هذا ليس فوزا عابرا، هذا إعلان قوة على كل المستويات. الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. اليوم لا نتحدث عن فوز عادي بل عن رسالة كروية واضحة بعثها المنتخب المغربي من قلب الملعب إلى كل إفريقيا. المغرب حاضر، قوي ومنظم ويعرف تماما ماذا يريد. فوز مستحق، أداء متوازن، وشخصية منتخب كبير يعرف كيف يدير المباريات ويكسبها بثقة وهدوء. ما يميز هذا المنتخب ليس فقط النتيجة بل الصورة الكاملة. لاعبين منضبطين، جهاز تقني واع، وجمهور يعرف متى يضغط ومتى يدعم. في المقابل نلاحظ تراجعا واضحا في منتخبات كانت تحسب تاريخيا على المنافسة لكن غابت عنها الاستمرارية والرؤية الواضحة سواء على المستوى الفني أو الذهني. ولمناقشة هذا التفوق المغربي يسعدني أن أستضيف المحلل الجزائري الغني عن التعريف حمودة الديزاد. أستاذ حمودة، سؤال مباشر: ما الذي جعل المنتخب المغربي يتفوق بهذا الثبات في الأداء والنتائج بينما تعاني منتخبات مثل الجزائر وتونس من تذبذب واضح؟ هل الأمر مرتبط بالمشروع الرياضي أم بالعقلية أم بالفارق في إدارة التفاصيل الصغيرة؟ وسؤال آخر لا يقل أهمية: هل أصبح المغرب اليوم النموذج الكروي الأوضح في شمال إفريقيا؟ ولماذا عجز الآخرون عن مجاراته رغم توفر الإمكانيات؟ نترك الكلمة لك. يا ابو حنيكه، بصح نقدر نقول لك اليوم المغرب دار حاجه كبيره قدام زامبيا، حاجه تفرح وتحسسك بالفخر. الفريق هذا ماشي كيما بعض المنتخبات العربيه اللي تهدر وتتهرس في الميدان. المغرب اليوم ورانا شكون اللي يعرف يلعب كره القدم بذكاء وتنظيم. اللي شدني اكثر هو المستوى التكتيكي للفريق. اللاعبين يعرفوا وقتاش يهاجموا وقتاش يدافعوا. اللعب ماشي بالعاطفه، اللعب بالعقل والخطه، وهذا اللي ناقص بزاف عند الجزائر وتونس في هذا الكاس. شفنا المغرب رغم الضجو، رغم كل الصعوبات، حافظ على التركيز وكانوا منظمين في كل تفاصيل المباراة. هنا الفرق واضح باللي يخدموا على مشروع حقيقي واللي يلعبوا يوم بيوم بلا تنظيم. المغرب اليوم ماشي غير فاز، المغرب ورانا مشروع طويل المدى، جيل كامل تربى على الانضباط والإصرار، وهذا اللي يجعل الفوز مستحق وماشي صدفة. دوم دي زاتاكون ما داروا اون فيتاس سوبيريور، زادوا طلعوا في الريتم وشفنا لي مانيير دو جوي اونكور ميو، كان مازال يهاجم. ils ont compris pour mieux défendre c'est d'attaquer. اليوم طلعوا مع فريق اللي يعرف ترجروب. منتخب المغرب فريق يلعب كرة عرفت مزور. تشوف المنتخب كيفاش كان يلعب ضربة في البالون. حتى المنتخب المغربي امكانيات الانتوراج اللي راهو فيه، اللي كاين الانتوراج واللاعبين كيفاش عايشين، كيفاش يدربوا، كيفاش يروح للانصار، كيفاش الاستاف اللي يلعبوا فيه، تكون عنده الرغبة هذه. احنا في الجزائر مالوريزمون هاد الحاجات هادو ناقصين. سي دوماج. المنتخب المغربي عندهم ثاني واحد يلعب في كانك في بلجيك، عندهم واحد 3 لاعبين ولا 4. علاش حنا اللاعبين تاعنا على ما يجوش يعاونوا؟ منتخب المغرب منتخب قوي ومنظم ومدرب محنك، يعرف كيف تربح المباريات، يعرف كيف تسير هذه الدورات المغلقه. ممكن جدا تفوز بكاس افريقيا في اي بلد. منتخب قوي، مدرب اللي يعرف اللاعبين اللي يجلبهم، مدرب اللي يعرف كيف يوظف اللاعبين في الخطه اللي هو راه حايبها محمد. احنا عندنا ازمه في المنتخب الوطني. اسمح لي زيد راهو يقدم مباريات كبيره وشفنا
من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه الاندفاع البدني، شفنا فريق منظم يغير طريقه اللعب. صافي حاب نقول لك انا حبيت نقول باللي اذا كان الهدف الاسمى تاعك هو كاس افريقيا، شوف مدرب عنده خبره افريقيه لاعبين خلاص امكانيات بشريه يعرفوا افريقيا يديروا يطلعوا درجه على كابتن بالعقل. هذه اللي ما عرفها انا، لو ريست ما حضرتش وما عندكش نتكلم على هذا الشيء. ولهذا انت ما تنجموا من القدام تجيبوا معلومات. الوسط هو اللي تريز امبورتون، سي الموتور، سي القلب. وقلت لك انايا لوسكو tu vois les trois milieux de terrain, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Impossible. أنا لي impossible. كالقيمة الفنية. بصراحة لا أشعر بأي أسف لعدم تعليقي على مباراة المغرب وزامبيا. هي مباراة عادية جدا لا تحمل تلك القيمة الفنية أو التاريخية التي تستحق كل هذا التحويل. بصراحة ما شاهدناه اليوم في مباراة المغرب وزامبيا يتجاوز حدود الفوز العادي. منتخب مغربي واثق منظم يلعب بهدوء الكبار ويفرض شخصيته دون ضجيج، لكن المشهد لم يكن داخل الملعب فقط بل خارجه أيضا. ملاعب عالمية، أرضيات مثالية، تنظيم محكم، وجماهير صنعت لوحة تليق بكأس إفريقيا. المغرب لا يربح المباريات فقط بل يقدم صورة دولة تعرف كيف تنظم وكيف تستقبل وكيف تفرض الاحترام. هذا ليس فوزا عابرا، هذا إعلان قوة على كل المستويات. الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. اليوم لا نتحدث عن فوز عادي بل عن رسالة كروية واضحة بعثها المنتخب المغربي من قلب الملعب إلى كل إفريقيا. المغرب حاضر، قوي ومنظم ويعرف تماما ماذا يريد. فوز مستحق، أداء متوازن، وشخصية المنتخب كبير يعرف كيف يدير المباريات ويكسبها بثقة وهدوء. ما يميز هذا المنتخب ليس فقط النتيجة بل الصورة الكاملة. لاعبين منضبطين، جهاز تقني واع، وجمهور يعرف متى يبغض ومتى يدعم. في المقابل نلاحظ تراجعا واضحا في منتخبات كانت تحسب تاريخيا على المنافسة لكن غابت عنها الاستمرارية والرؤية الواضحة سواء على المستوى الفني